اليوم رح نشوف برشلونة ضد تشيلسي في دوري أبطال أوروبا على ملعب ستانفورد بريدج. مرحبا فيكم بقناة أنا ياسوس. إذا بتحب المحتوى الرياضي اعملوا اشتراك القناة ولايك للفيديو. آخر مباراتين يا جماعة لبرشلونة وريال بشكل عام ما نزلت فيديو، كنت بفترة امتحانات، الحمد لله خلصنا، عدت على خير. بتمنى يا جماعة إنه تحطوا لنا تدعمونا، لأنه صناعة المحتوى بسوريا جدا صعبة، لا انترنت لا كهرباء ولا أي شيء بيساعدك تصنع محتوى، وساعدوني إني وصل 10,000 مشترك ولو كانت مستحيلة قبل نهاية السنة. اليوم يا جماعة فينا نقول كلاسيكو جميل أوروبي، قمة بين فريقين عريقان يا جماعة، قمة الصراحة كانت كتير تلعب على السنوات الأخيرة، وآخر قمة فيك فعلا تتذكرها بين المباراة اللي هي قمة غدار. أنا بالنسبة لي يا جماعة غدارة من أجمل المباريات لبرشلونة، واليوم إن شاء الله تتكرر بذكريات غدار. روح يا جماعة حاليا على تشكيلة برشلونة بالحراسة، شيء بضمن قلبك اللي هو خوان غارسيا، قلوب الدفاع أروخو وكوبارسي الثنائية اللي ولا عمرها رح تنجح، على اليمين كوندي، على اليسار بالدي، بالوسط إيريك غارسيا، فرانكي ديونغ وفيرمين لوبيز، بالهجوم ليفاندوسكي، لامين يامال وفيران توريس. عندك غيابات للصراحة في برشلونة، أهم غياب يا جماعة اللي هو بيدري، وأيضا رافينيا فينا نقول لساته راجع. مباراة اكيد رح تكون على برشلونة صعبة انك تفوز على تشيلسي في ستانفورد بريدج، هذا الشيء ما سهل، خاصة انه برشلونة كان يعاني، لكن فينا نقول اخر مباراتين لبرشلونة كان جيد ايضا على المستوى الدفاعي. بشكل سريع يا جماعة توقعاتي لهي المباراة، انا اتوقع اليوم برشلونة بيفوز، حاسس يا جماعة برشلونة اليوم بيفوز بال4-1 على تشيلسي، هيك عندي احساس، او 3-1. اكلنا جول ولا شو؟ حكم اتدخل، يلا حكم زبطنا اليوم. بالايد جماعه، والله يعني يا الله برشلونه دائما بدوري الابطال برشلونه بيدخل يعني دخلات غبيه يا اخي، اللي هي اللي حتى ناكل فرن هذا طلع يعني الله من ليفاندوسكي قاعد عم يتفرج بايده يلا الغي يا حكم، يلا يا اخي يلا حلو، يلا لغى الهدف الحمد لله. تشيلسي يا جماعه مضغط، والله توقعت يا جماعه تشيلسي دافع، لكن تشيلسي بتدافع ضد بيرنلي وفرق الدوري الانجليزي، اما بتلاقيه وقت يلعب ضد باريس وبرشلونه بده يهاجم ويعمل. امور تشيلسي يا جماعه حلو، يعني في بيلعبوا حلو الضغط العالي، يلا اوليفا، يلا توريس، لا يا الله مستحيل توريس، يا الله المهاجم، يا الله حرام، يا الله ليش هذا مهاجمنا، ليش يا الله حرام يا توريس، لحالك يا توريس يا زلمه، يا الله الجحش يا الله الجحش ليك يا الله مستحيل الحمار، يلعنك يا ليفا، لك شو ليفا يلعنك يا توريس، استغفر الله يا الله دخيلك يا الله يا فليك حرام والله بتزعل على هالمدرب، ما كفي العب اخي، حلو دفاع حلو يا الله يا جماعة، والله لقطة مستفزة، بس بتمنى المخرج ده عاد يعيدها، ما لي قلب اتفرج ارجع اعود اشوف لقطة توريس، ما لي قلب. يلا عندنا خوان غارسيا، محظوظين يا تشيلسي، محظوظين انه مهاجمنا توريس، انه اللي استقبله توريس مو ليفا. جمهور تشيلسي مشتعل يا جماعة، كان توريس ممكن يسكتين لهالجمهور، بس يلا العب يلا توريس، يلا روح، يلعنك يا توريس، يلعنك الله يلعنك. يلا العب يا توريس، يلا يا الله من توريس، يا الله حسن. يلا برشلونة، يلا برشلونة لازم يرجع اليوم برشلونة لازم يرجع، ما راح اقبل بالخسارة ولا التعادل يا جماعة. اليوم برشلونة من ناحية الاستحواذ لا يعاني صراحة. حلو خوان غارسيا، والله وحش خوان غارسيا، والله ما كان اوف سايد، والله كنا ابلعنا يا جماعه، لولا خوان غارسيا، والله خوان غارسيا وحش. تشيلسي عم يهجم، تشيلسي فايت يهجم، بيعرف انه برشلونه دفاعيا سيء يا جماعه. انا بس بدي اعرف كيف توقعت 4-1 ومهاجم توريس، انا كيف توقعت 4-1 ومهاجم فيران توريس. اوف سايد يلعن. اوكي هلا في لاعب تشيلسي ضربها، اذا ما حد لقى انزو مانو متسلل، يعني بلعنا الهدف الاول، هذا اوف سايد يا جماعه. شلوبه هذا متسلل،
برشلونة صراحة اجيته فرصة ما استغلها، يعني هي فرصة الجول ما استغلها. برشلونة حاليا اموره صعبة جدا صراحة. تشيلسي حاليا انا شايفه افضل من برشلونة. حلو ضيع نيته. بلش تشيلسي عم يضيع يا جماعة، تشيلسي عم يضيع. تشيلسي ما يسجل وتلتغى اهدافه، تشيلسي عم يضيع صراحة. وكوندي خريان على الاوفسايد هو واروخو. انسى ما يا اخي بالله يا فليك، والله يا اخي بس رجع الدفاع شوي. فليك بس رجع الدفاع شوي. يا جماعة برشلونة يا جماعة ما حيعاني بدون بيدري، خاصة بالضغط. اللي انقذ صراحة برشلونة من نيوكاسل اللي هو بيدري وديونج، لكن اليوم ديونج لحاله موجود. حسبي الله منك يا كوندي، حسبي الله منك يا كوندي. يا الله برشلونة شبو لك، برشلونة شبو. لامين يامال حتى الآن ما شفته بالمباراة يا شباب، ما استلم طابي لامين يامال لسه. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله، حرام يا زلمة، حرام والله حرام. كيف بده يتركوا غرية لحاله؟ كيف؟ حرام يا جماعة، نفس الأكل هوا. شو عم يصير بمنطقة الجزاء؟ يمكن اوف سايد كوكوريا، إن شاء الله يكون اوف سايد. ليك دفاع برشلونة، ليك دفاع برشلونة. ليك كوندي وتوريس. ليك توريس سجل ببرمانا ولا سجل ببرما تشيلسي. توريس سجل ببرما. ليك اللقطة التافهة يا حرام. ليك الجول اللي اكلناه. ليك يا حرام يا جماعة، حرام. لا برشلونة بداية المباراة سيئة، توتر، تفاهة. جول اكلناه تافه. لك اروخو الله يلعنك من بين القائد. اروخو قائد فاشل. مين اخذ بطاقة صفرة؟ مين؟ ليه الحكم عطى صفرة يا الله؟ ليه؟ مين عطى صفرة؟ مين اخذ صفرة؟ اروخو اخذ صفرة لانه عم يحتاج القائد، عم يحتاج على الحكم، اخذ صفرة؟ الله وينك يا بيدري، وينك يا بيدري؟ لك توريس، شبكة توريس. توريس لحب اللعن الهدف الثاني. توريس برا المباراة. اطلع برا يا حمار، اطلع برا يا توريس، اطلع برا. لامين يامال وين ادائك اخر مباريات؟ جماعة وين اداء لامين يامال اخر مباراة؟ صراحة لسه لامين يامال انا ما شفته دخل ماتش. حرام يا لوبيز، حرام. لوبيز قاعد عم تصحط يا زلمة، عم تصحط. جماعة اقسم بالله سامع صوت جماهير برشلونة بالستانفورد بريدج. عندي ثقة ببرشلونة يا شباب، عندي ثقة ببرشلونة وفليك. بس برشلونة لازم يتحسن، لازم يعمل شيء. فليك لازم يغير، لازم يعمل تغييرات، ما بعرف شو هي. يلا يا زلمة، والله يا جماعة عندنا جودة فردية. ليه ما بنطلع من الضغط؟ ليه ما بنستخدمها؟ في لاعبين فرديين بيعرفوا يطلعوا من الضغط، ليش ما بنستخدمها؟ تعرفوا شو السبب انه برشلونة ما عم يعرف يطلع من الضغط؟ بسبب المهاجمين عند برشلونة. مهاجمين عند برشلونة سيئين، كرات طولية سيئة جدا. طرد على اروخو، تكرار سيناريو باريس سان جيرمان. حلو، برافو اروخو. اروخو اخذ صفرة يمكن لانه احتج على الحكم. ما بعرف انا ليه الحكم اعطاه صفرة بالاحتجاج، هي هلق ما بعرفها يا جماعة. الحكم ليه اعطاه صفرة بالاحتجاج؟ ما هو الكابتن، هو كابتن الفريق، هو بحق له يحتج. هي صفرة 100%، بس الصفرة الأولى اللي أعطاها إياها ما بعرف ليه. تفضل أروخو، اطلع برا يلا. برافو أروخو، برافو يلا. خلص برشلونة ب10 لاعبين ضد تشيلسي ستانفورد بريدج. أنا توقعت 4. بعتذر لكل جماهير تشيلسي صراحة، بعتذر إن شاء الله بس ما نطلع بفضيحة. بس نهاية الشوط الأول يا جماعة بكارثة يا جماعة، أقسم بالله. إن شاء الله تمرق على خير هالمباراة، تمرق على خير. بس بنشوفكم بالشوط الثاني. الشوط الثاني يا جماعة يعني والله بس يا رب تخلص 1-0، يا رب بس تخلص 1-0. برشلونة انه يرجع بمباراة او يتعادل او شيء، لا انسى. برشلونة وضعه بالتشامبيونز ليج لازم يفوز بكل المباريات المتبقية له. لازم برشلونة يفوز بكل المباريات البقية مشان يفكر انه يدخل ضمن التوب 8. شكله يا جماعة راشفورد دخل، انا هي ما انتبهت عليها. دخول راشفورد وخروج توريس يعني تمام، حلو، برافو. منيح طلع الجحش توريس. برافو تشيلسي. اخوان جارسي حتى ما عاد يعرف يصد. اوف سايد، تمام. الحمد لله.
يا الله يا الله يا الله، ليش ليش يا حرام يا برشلونة، يا حرام يا حرام يا حرام يا برشلونة، يا حرام يا حرام. يوم يا جماعة لا حد يلوم هانز فليك، باك تلوم اروخو، لوم كوندي، لوم فيران توريس، هود اللي خسرونا المباراة. 3 لاعبين اليوم خسرونا المباراة وممكن يخلونا نطلع بنتيجة كارثية. 3 لاعبين. جماعة تشيلسي عم يدخل مهاجمين لأنه فريق بيعرف إنه هاي فرصته ليفوز على برشلونة، ما يدخل مهاجمين. أنت يا أروخو اليوم رح تحملنا فرصة ناكل نتيجة كبيرة يا أروخو، مثل ما صار مباراة باريس سان جيرمان. ما عاد برشلونة عنده، جمهور برشلونة ما عاد عنده ثقة فيك يا أروخو نهائيا يا جماعة. انتقالات الشتوية غصبا عن الإدارة، غصبا عن الإدارة بتجيب مدافع، غصبا عن الإدارة بتجيب مدافع. يا فاشلين يا إدارة يا فاشلة. يا الله لو رافينيا دخل، يا رب يا رافينيا بذكريات الريمونتادا، بذكريات دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي. ارجع يا رافينيا ارجع. خروج الحمار ليفاندوسكي اللي جماهير برشلونة بتطبل له كل ما سجل وبدهم يجددوا له عقده للفاشل. اوفسايد يا رب الاوفسايد انقذنا من النتيجة. بس يا جماعة خلص انا فقدت املي من المباراة. مستحيل برشلونة يا جماعة، برشلونة ما عمل فرصة بالمباراة غير فرصة توريس. كل برشلونة المباراة ما عمل غير فرصة توريس. كل هجوم برشلونة مرعب، على اساس برشلونة هجوم مرعب وكذا وهيك، لانه هذا رابع هدف يلغى يا جماعة، الرابع هدف يلغى. شكله مو اوفسايد، يمكن بلعنة 3. ما شاء الله يا بالدي، شو عالمي يا بالدي، عالمي بكسر الاوفسايد. الله يستر، يمكن يعني على شيء بسيط، يا اما جول يا اما لا. يا جماعة بس تخلص 3-0 خلص. حاج بكفي اهداف، حاج بكفي اهداف. برشلونة مش ما عم يعمل، مو عم يعمل شيء هجومي، لا برشلونة عاجز هجوميا. حد يلوم فليك يا جماعة، يوم اللاعبين اللي خذلوا فليك والله. وبيدري، في بعض الاشخاص الاغبياء بيقولوا انه بيدري بيلف وبدور. اليوم مباراة بيدري يا جماعة. معنى اللي صار يا جماعة مباراة عادية، مباراة نقاط، ما يصير معنا هالشيء مباراة دوري خروج مغلوب. الحمد لله انه هالشيء ما يصير معنا مباراة نقاط، مش مباراة خروج مغلوب. نهاية المباراة يا جماعة خسارة مذلة لبرشلونة. بعيدا عن الخسارة، أداء مذل، أداء بقرف، أسوأ من أسوأ الأداء اللي بشوفه لبرشلونة يا جماعة. برشلونة أنا متعود عليه بيخسر هو طرف أفضل، لكن لا، اليوم برشلونة ما حضر المباراة. برشلونة فرصة توريس فقط عمل بكل المباراة. طبعا أخطاء من اللاعبين خلت برشلونة صراحة انه يخسر بهيك نتيجة، انه حتى ما ينافس بالمباراة ولا ينافس تشيلسي. ما قدرنا ننافس تشيلسي يا جماعة بكل فترات المباراة غير فقط نقطة توريس. لا تنسوا باللايك والاشتراك. اللايك يا جماعة مهم جدا حتى نحسن المحتوى أكثر وأكثر. يا سلام. يا بابا 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 الأرجنتيني هو